أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد تفاصيل أزمة عبد الله السعيد بعد تغييره أمام زد يعلنها المندوة أمين صندوق نادي الزمالك. أزمة عبد الله السعيد بعد تغييره أمام زد، أكد حسام المندوة أمين صندوق نادي الزمالك بأن جماهير النادي لها تأثير كبير في دعم الفريق بالمباريات المهمة، مشيرا لأن حضورهم المكثف يمثل مصدر إلهام قوي للاعبين خلال المنافسة على البطولات. وأوضح المندوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب ون على قناة أون سبورت أن جماهير الزمالك دائما ما تقف خلف فريقها خاصة في الأوقات الصعبة، معبرا عن أمله في امتلاء المدرجات بالجماهير في المباريات القادمة، وموجها شكرا لكل من يساهم في تسهيل حضور جمهور النادي. وأكد أن منافسات الدوري المصري هذا الموسم أصبحت أكثر قوة وإثارة، مشددة على الدور المحوري للجماهير في تحفيز فريق الزمالك على مواصلة السعي لتحقيق الألقاب. وأشاد أمين الصندوق بما يقدمه معتمد جمال من مستويات مميزة، معتبرا إياه أحد أبناء الزمالك المخلصين. كما أكد أن استراتيجية النادي تعتمد على الحفاظ على اللاعبين الأساسيين وتنمية قطاع الناشئين مع إضافة عناصر مميزة من أبناء النادي لدعم الفريق الأول. وفيما يخص الموقف المرتبط بلقطة عبد الله السعيد خلال المباراة، أوضح المندوة أنها كانت مجرد انفعال طبيعي في أجواء المنافسة، مشيرا أن اللاعب يعتبر رمزا يحتذي به الشباب، وما حدث يعكس حماسه ورغبته في تقديم الأفضل دون تخطي الحدود. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.